مساء الخير، انا مشاهده سياحيه ودي قناه هيستوري هاوس. اول مره تشوفنا متنساش تعمل لايك سبسكرايب في القناه، ولو في حاجه انت عايزه نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. والنهارده قصه حياه فنان في دقيقه. فنانه النهارده من نوع مختلف وهو سمير وحيد. ولد في 16 فبراير 1946 وتوفى في 25 ابريل 1997 عن عمر يناهز 51 عاما. التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1971، وعمل في بداية حياته بمسرح عالمي، وأخرج العديد جدا من المسرحيات زي كلام فارغ، عالم علي بابا، تحت الشجرة والحفار. شارك في العديد من الأفلام زي ناصر 56 والهجامة واغتيال فاتن فريد. وهو والد الممثل رامي وحيد اللي قام بدور فراج في سلسلة دم. من أهم الأعمال اللي عملها عيون لا ترى في النور، صرخة بريء، رجل في ورطة، احذري يا ابنتي، اغتيال فاتن فريد، المشروع، الحفار، بريق في السحاب، وزي النهاردة، وناصر 56، وبلطية بنت بحري، اغتيال فاتن فريد. أما في التلفزيون من أشهر الحاجات اللي عملها أرابيسك والخونة. ومن اهم الحاجات اللي احنا ممكن نذكرها عنه ان هو دخل بفيلمين في قائمة افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب الاستفتاء اللي قاموا بيه سنة 1996. هو فيلم سواق الأتوبيس سنة 83 وفيلم البريء سنة 86. شكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبك، ولو عجبك متنساش تترحم على عن الممثل ده لو عجبك او ما عجبكش. رجاء تطلب له الرحمة وربنا يرحم الناس كلها. تاني حاجة متنساش تعمل اشتراك ولايك للفيديو، وتستنى الحلقة الجاية من قصة حياة فنان في دقيقة، لأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة. سلام.